مفاجأة غريبة من بنك اسكندرية على الشهادة اللي عنده اللي هي شهادة أليكس برايم 42. فتعالوا نشوف ايه المفاجأة اللي عملها بنك اسكندرية في الشهادة دي. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم اللي بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان اصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. والمفاجاه اللي معانا في الحلقه ديت غريبه شويه من بنك اسكندريه. طبعا بنك اسكندريه يا جماعه عنده اكتر من شهاده، لكن احنا مخصصين الحلقة ديت لشهادة واحدة فقط وهي شهادة أليكس برايم 42 لأن حصل تغيير بسيط ومفاجئ في نفس الوقت من بنك اسكندرية على الشهادة دي. طيب خليني أقول لك كل تفاصيل الشهادة وأقول لك إيه المفاجأة اللي حصلت وليه إحنا شايفينها مفاجأة غريبة شوية. مبدئيا زي ما قلنا الشهادة ديت اسمها شهادة أليكس برايم 42 في بنك اسكندرية. الشهادة دي المدة عليها 3 سنوات ونص. الشهادة دي العائد عليها اما بنك اسكندرية طرحها اول مرة او اما الفايدة زادت عليها بعد قرار البنك المركزي في شهر 3 2024 لما عمل الاجتماع الاستثنائي ورفع الفايدة 6%، كان بنك اسكندرية بعدها رفع الفايدة على الشهادة ديت ووصلها ل 27.4%. ولكن طبيعة الشهادة دي متغيرة، الفايدة متغيرة على الشهادة دي. وطبعا احنا عارفين ان اغلب الشهادات اللي بتتغير مع قرار البنك المركزي دي بتبقى شهادات متغيرة، وبالتالي بتبقى ماشية على طول مع قرار البنك المركزي ومع البنك نفسه اللي طارح الشهادة دي، يزود بقى الفايدة عليها يقللها يثبتها مع قرار البنك المركزي ولا لا. طبعا مش اجباري ان هو يعمل نفس اللي عمله البنك المركزي، لكن دايما بنقول ان في الاغلب بتبقى ماشية معاه. فطبعا بعد قرار البنك المركزي بنك اسكندرية رفع الفايدة عليها ل 27.4%. طبيعتها متغيرة وطبيعتها بتجدد بعد انتهاء مدة ال3 سنين، بتجدد على نفس الشهادة بعائد متغير على حسب العائد اللي موجود ساعتها. دورية صرف العائد للشهادة دي شهري، حضرتك بتاخد العائد كل شهر، والحد الأدنى لشراء الشهادة دي 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، والاسترداد عليها متاح بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض عليها متاح من بنك اسكندرية. دي كده كل تفاصيل الشهادة والفايدة ساعة ما زادت عليها بعد قرار البنك المركزي. القرار الغريب شوية والمفاجئ شوية من بنك اسكندرية دلوقتي على الشهادة دي ان هو خفض الفايدة عليها، والفايدة عليها دلوقتي اصبحت 26.75%. يعني كده خفض نص في المية على الشهادة دي. حد هيجي يقول طب وايه المشكلة يا عم، ما في بنوك خلال الفترة الأخيرة خفضت الفايدة على الشهادات عندها، وفي اللي خفض على حسابات التوفير والكلام ده كله، والتخفيض كمان مش كبير، ده نص في المية. انت عامل قصة ليه؟ هقول لك ان الغريب في الموضوع ده مش قيمة التخفيض كام، الغريب ان البنك اتخذ قرار التخفيض على الشهادة المتغيرة اللي بتبقى ماشية مع قرار البنك المركزي. طبعا احنا قلنا ان هي مش اجباري، لكن هو خد قرار غريب لان اغلب الشهادات اللي تبقى ماشيه مع قرار البنك المركزي او بتتغير بعدها على طول بتبقى ماشيه معاه. البنوك ما بتخفضهاش ولا بتغير فيها حاجه غير مع قرار البنك المركزي. دلوقتي بنك اسكندريه خد قرار استباقي وخفض الفايده عليها، وبالتالي انت لو عميل بنك اسكندريه وعامل الشهاده المتغيره دي حاجه مش حلوه بالنسبه لك، وحاجه طبعا ما تعجبكش، وحاجه ممكن تخليك ما تكملش في البنك، ان هو يغير الشهاده المتغيره اللي انت المفروض عارف ومسيستم نفسك ومسيستم فلوسك ان هي بتتغير مع قرار البنك المركزي. وممكن مثلا ان انت سايبها الشهر ده لحد ما تشوف البنك المركزي هيعمل ايه في الاجتماع اللي جاي وتشوف هيخفض ولا لا ساعتها، وبالتالي كده انت مش ضامن ان تبقى الفايده مستمره عليها مثلا 27.4% ومكمل عليها لحد ما تشوف. فطبعا دي نقطة مش حلوة قوي. كان من المفترض ان هو ينتظر قرار البنك المركزي ويخلي الفايدة ماشية مع قرار البنك المركزي، عشان الناس اللي بتحب الشهادات المتغيرة او عاملة الشهادة المتغيرة ديت مثلا في بنك اسكندرية تفضل مكملة فيها، ما تبقاش قلقانة بعد كده لو عملت الشهادات ديت ان البنك يغير الفايدة عليها من نفسه، وبالتالي ما يبقاش يستفاد بالفايدة اللي هو عاوزها او اللي هو شايفها من البنك المركزي. بس يا سيدي ده كده كل اللي حصل النهارده في بنك اسكندريه وفي شهاده أليكس برايم 42.
وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى طبعا يكون الحلقه اللي هتعجب حضراتكم واستفدتوا منها استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.